بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يوم جديد وروتين جديد وطاقة إيجابية جديدة يا حبايبي متابعيني دايما مشرفين ومنورين في قناتي. يا رب ما تحرم من دعمكم لنا أبدا يا رب. تعال نشوف الحاجة الجميلة القمر دي النهاردة يستاهل بقكم في الجو الحر اللي احنا فيه ده ترند يا حبايبي. قنبلة البص واحنا في موسم المانجا، استغلوا كل أي حاجة فيها بتحط فيها مانجا وتعال نعملها مع بعض. ماشي، عملت حاجات كتير قبل كده برضو ما شاء الله على القناه يا حبيبي. تعال بس ما نقول الفيديو ده، تعال نقول بسم الله ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. مبدئيا كده احنا معانا ايه، حوالي كوبايه ميه زي ما انتم شايفين كده، او يعني 3/4 كوبايه ميه ومعلقتين سكر. ماشي يا حبايبي. طب هتعملي ايه النهارده؟ هعمل لكم النهارده حاجه جميله جدا عندك بسكوت، عندك كيكه، اي حاجه هنشوفها مع بعض اهو. طب تعالى ايه، حطينا بقول لكم حوالي نص كوبايه ميه وحطينا معلقتين سكر وقلبنا السكر عشانه خشن، وبعد كده نزلنا ب3/4 كوبايه كريم شانتيه يا حبايبي، او حسب الكميه اللي انت هتعملها. لو مثلا كميه كبيره اعملي كوبايه. هنقلبها في الاول بالمضرب العادي كده عشان بتتطاير كده مع المضرب الكهرباء، وبعد كده هنشتغل بقى بالمضرب الكهرباء فيها يا حبايبي زي ما انتم شايفين كده. طيب تعالوا نقول بسم الله ونصلي على الرسول ونبدا الفيديو الجميل ده بقى النهارده مع بعض كده. هنشتغل بالمضرب الكهرباء عشان الوصفه الجميله دي انا عايزه المضرب النهارده. هنضرب الكريم شانتيه في الاول كده، نجهزه زي ما انتم شايفين كده لحد ما شاء الله ما الكريمه تتماسك وتبقى ما شاء الله ايه يعني متماسكه كده، وتحسي ان هي ايه ما شاء الله عامله زي ما بيقولوا زي منقار العصفور كده اهو. لازال بنضرب اهوت لحد ما هتبيض وتهش معانا ما شاء الله، وهتحسي كده البوله كل مدى ما شاء الله بايه الكريم شانتيه فيها بيزيد كده اهو يا حبايبي. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. لازال بنضرب فيها اهوت لحد ما شاء الله ما تتماسك معانا وتبقى زي ما انتم شايفين كده على المضرب اهو، بيتعلم كده في المضرب. طيب بعد كده ايه يعني ما نخلص ضرب فيها هنسيبها على جنب كده شويه، لان احنا هنعمل حاجات تانية دلوقتي. بس برضو ايه هنبتدي بوريكم مراحلها خالص لحد ما شاء الله ما تتجهز معانا. طيب تعالوا نشوف بقى هنعمل ايه. هنسيبها ونعينها في التلاجة، وبعد كده السبق ده معايا صوص مانجا. يعني ايه، جايبين مانجايه ضربنا في الخلاط من غير ميه ولا اي حاجه خالص، وجايبين حوالي ايه معلقتين 3 ميه كده، وحاطين فيهم ايه معلقتين نشا، معلقتين صغيرين نشا، ونزلنا عليهم زي ما انتم شايفين كده. الفيديو يعني واضح كمان عن ما انا بقول اهو. يعني ايه مانجايه ضاربينها، حبيت مانجايه واحده ضاربينها في الخلاط من غير ميه خالص ما شاء الله. يعني ايه نحاول نضربها كده من غير ميه عشان ايه يبقى الصوص بتاعها متماسك كده. وهننزل عليها ايه معلقتين نشا بمعلقتين ميه بس. وبعد كده لو حبيت هنحط سكر برضو ايه معلقتين سكر برضو، مش هنكتر سكر عشان ايه برضو المانجا مسكره والكريم شانتيه مسكر والحاجات دي. طب احنا هنجهز ده وهنرفعهم على النار. احنا كنا بنعملهم على البارد الاول، رفعناهم على النار يا حبايبي لحد ما نعمل ايه زي مهلبيه كده بس بالمانجا زي ما انتم شايفين كده. هتتماسك معانا ما شاء الله، تبقى ايه مهلبيه بالمانجا. طيب بعد كده بعد ما عملناه وبردت خالص، كان كريم شانتيه في قلب التلاجة، هنطلعه وبرده المهلبيه بتاعت المانجا دي تبقى ساقعه خالص عشان ما تخليش الكريم شانتيه يفك معانا تاني ويسيح يا حبايبي. لان طبعا الكريم شانتيه عاملين له ميه متلجه، فلو حطينا المانجا عليها وهي سخنه مهلبيه كده هتفك. لا احنا بردناها خالص بردتها تحت المروحه خالص لحد ما بقى بقت مهلبيه متماسكه. نزلت على على الكريم شانتيه يا حبايبي زي ما انتم شايفين كده، وهنضربه مع بعضه بالمضرب زي ما انتم شايفين. اللي يعني الفيديو ما شاء الله واضح وصريح. معانا كيكه بقى، معانا بسكوت عيد، معانا بسكوت عاملاه اي حاجه، كنت عامله وصفات بسكوت كده. ومعانا برده كيكه، خدت برده قطعتين كده من الكيكه زي ما انتم شايفين. وبرده البسكوت برده دايب، يعني عملته بين ايدي كده زي ما انتم شايفين، هتشوفوا معايا في الفيديو اهوت. نزلت برده بكميه بسكوت زي ما انتم شايفين في قلب الكريم شانتيه باللي هي بالمهلبيه بتاعت المانجا دي يا حبايبي. لو وصلتوا معايا المقطع ده حطوا لي كومنت حلو كده ولايك جميل يشجع الفيديو الجميل ده، وفعلوا زر الجرس عشان كل اشعاراتنا توصل لكم باذن الله. واللي ما اشتركش في القناه بتاعتنا يشترك دايما، اشتراككم بيسعدني وبيفرحني. وصلوا على الرسول دايما يا حبايبي عشان كل اكلكم يبقى فيه بركه كده وخير يا رب كده، يكتر رزقنا ورزق اولادنا والمسلمين اجمعين يا رب العالمين. طيب بعد كده حبايبي عملنا زي ما انتم شايفين كده نزلنا بواقي بسكوت بواقي كيكه في قلب الخليط اللي هو السابق اللي هو كريم شانتيه مع المهلبيه اللي هي بالمانجا دي. طيب هنيجي بقى في بوله ازاز بلاستيك اي حاجه، وهتفرشي فيها كيس بلاستيك او استريتش راب. وبعد كده هتنزلي نص المانجا برضو، سايبين قطع مانجا حوالي مانجا برضو، وهتنزلها في في ارضيه البوله تحت.
ونزلنا معاه شويه بسكوت كده عشان يمتصوا الميه، لان البسكوت طبعا بيمتص يعني السوائل اللي بتنزل من المانجا. ليه بقى؟ لان المانجا ديت يعني طبعا فيها نسبه ميه زي ما انتم شايفين. طيب بعد كده زي ما كنا هنعمل طبقه مانجا وطبقه بسكوت وطبقه من اللي احنا عاملينه ده زي ما انتم شايفين كده يا حبايبي، وبنفضها في الكيس البلاستيك. هتقولي الكيس البلاستيك ليه؟ عشان يساعد لما نيجي نقلب القنبله اللي احنا عاملينها دي الجميله دي، الترند الجميل ده، تنزل معانا تبقى سهله، ما تبقاش لازقه في البوله يا حبايبي، لان نحطها في الفريزر حوالي 3 ساعات زي ما انتم شايفين كده. وطبعا المانجا طبعا زي ما انتم شايفين في النص كده بقينا يعني نفتح لها فتح كده ونحط في قلب الكيكه يا حبايبي زي ما انتم شايفين كده. الكيكه اللي هي الخليط اللي احنا عاملينه ده حطيناها في الثلاجه حوالي 3 ساعات، اقل حاجه 3 ساعات. وبعد كده قلبناها في الطبق زي ما انتم شايفين، طبق التقديم حاجه جميله جدا. كان عندي شويه صوص كده من المانجا كنت عاملاهم برده، وما نزلت عليهم بقى ما شاء الله على الكيكه كده ما شاء الله كلها صوص زي ما انتم شايفين كده، طالعه جميله جدا. انا مسميها كيكه يعني هي خدم الكيك والبسكوت وطبقات كده، بس هي يعني بصوا حاجه في موسم المانجا، يعني اختراع ده وترند نازل يا حبايبي، فقلنا نجربه احنا الاخرين، فحاجه جميله جدا ما شاء الله. هتقعد في التلاجة حوالي 3 ساعات، هتبقى كأنك بتاكلي جلاتي ايس كريم، فهماني؟ حاجه جميله جدا وحاجه منعشه كده، وبترطب على البطن كده وبترطب على القلب الجميله دي، وهتعجبكم باذن الله. هي شبه جلاتي يا حبايبي، شبه كيكه مجمده زي ما انتم شايفين. هتشوفوها طعمها والله طعمها جميل جدا، وكلها مانجا، قطع المانجا طبقات كده. هتشوفوها تعجبكم بالطريقه دي يا حبايبي. شوفوا شوفوا الطبقات اللي في النص المانجا دي حاجه جميله جدا، عباره عن ايس كريم كانه انت ممكن تفضها برده في بولات كده وتعينها في التلاجة برده في الفريزر، يا اما تعملها زي ما انا عملتها كده، يا اما تعملها في قالب صينيه كبيره، يعني في صينيه وسط كده وتعملها قطع يعني مكعبات كده. فانا حبيت ان انا اعملها في البوله كده بالشكل ده، شكلها جميل جدا ما شاء الله. تعجبكم بالطريقه دي، جربوها. كانك يعني بصوا القطمه منه كده كانها ايس كريم جميل جدا، وطعم بقى المانجا ظاهر فيها، والطبقات بتاع المانجا خرافه. جربوها يا حبايبي، احنا في موسم المانجا، هنعمل بقى حاجات كتير قوي المانجا اليومين دول، نستغل ان هي موجوده معانا لسه، ونعمل يعني حاجات كتير. عملت قبل كده برضو يا حبايبي برضو كنافه بالمانجا برضو على القناه، لو حبيتوا ترجعوا تشوفوا ترجعوا للقناه تاني وتشوفوا، فيها حاجات جميله جدا. لو دخلتوا حتى الفيديو كده وطلعتوا بمعلومه مفيده كده ويعني بسم الله ما شاء الله حسيتوا ان انتوا استفدتوا منها، اوعوا تنسوا اللايك الجميل والفيديو عشان خاطر يا حبايبي الكومنت الجميل واللايك الجميل هو اللي بيرفع القناه يا حبايبي. يا رب يديمكم نعمه في حياتي. ايه رايكم بقى في الفيديو الجميل ده النهارده؟ حاجه جميله جدا باذن الله. يا رب فيديوهات تنال اعجابكم وتبقى عنده حسن ظنكم. مع السلامه. انا اسفه جدا يا حبايبي على الصوت، لان جنبنا فرح، يا رب عقبال عندكم الافراح. مع السلامه.